ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل فيديو جديد. احنا عملنا كفتة بالطحينة. بجد انا بعشق الاكلة دي اوي، وعملنا جنبها بطاطس وسلطة وطحينة وكده. بس احنا جبنا نص كيلو لحمة مفرومة، وجبنا حتة يعني نص حزمة بقدونس او اقل، حتى يعني حبة بقدونس صغيرين، وحطينا فلفل اسود وكزبرة. ولو عندكم توابل مشويات او مرقة حطوا كده اللي انتوا عايزينه، وبابريكا. بصوا، لو انتوا مش عايزين تحطوا مرقة او حاجات زي دي براحتكم. حطينا ملح، بس بصوا احنا مبنحبش توابل قوي، يعني ممكن تحطوا ده بدل ده، فاهميني؟ لو حطوا مرقة وملح وبابريكا وخلاص. ما حد فتح ظبطوه. وحطينا قرفة، ومفروض بقى نقعد نقلبها كده، نعجنها كويس قوي قوي قوي. وحطينا كمان كمون. المفروض نقعد نعجنها ونسيبها في التلاجة لغاية ما تبقى ايه، تسيبها ساعة كده، ساعتين. بص، احنا بنجيب طماطم وبصل وفلفل، بنقطعه عشان نحطه في صينية طحين. ننزل الخضار ده، بننزل ميته ونحطه في الطحينة، وبعديها ده يعتبر بيتشوي في الفرن. وبعدين نحط عليه الكفتة، تنزل ميتها تاني، وبعدين نحطها على الطحينة. بص، اول حاجة بنقطع الطماطم. انا جبت 3 طماطمية كبار. طبعا انتوا عايزين تقللوا براحتكم، عايزين تكتروا براحتكم اللي انتوا عايزينه. وبعديها حطيت 3 طماطم. انا جبت 3 طماطمايه كبار. طبعا انتوا عايزين تحطوا طماطمايه براحتكم، بس احنا بجد بنعشق الخضار ده. اصلا الكفته بتنزل مثلا الدهون بتاعتها بتيجي ايه على على الخضار ده. فبصوا بتبقى تحفه قوي، بجد هيعجبكم قوي. وجربوا الاكله دي، يعني اسرع اكله وجميله قوي قوي بجد، وهتعجبكم. بصوا، الطماطم اصلا انا جايباها كبيره وناشفه، مش تكون طريقه عشان ما تتفعصش، ولا ناشفه قوي ولا طريه قوي، فاهماني؟ وسط كده، ما كنت تكون ماسكه نفسها. بس طبعا قطعوها زي ما انتوا عايزين، بس عايزين تقطعها مدور او كده براحتكم بردك. مرضتش اقطعها مدور ليه؟ اللي هو جوان، عشان في الاخر بتتهري، وما هشيلها هتلاقيها اتفسعت خالص، فدي مش هتكون متفعصه على الاخر. بصوا، ده بصل. جبت بصلتين، بصلايه كبيره وبصلايه ايه وسط كده. بجد بيبقى طعمه تحفة قوي، وبجد هتعجبكم. وجبت عيش شامي وعملنا أكلة تحفة. وطبعا متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وادعولي عشان أنا في امتحانات دلوقتي. يعني بكرة في امتحان، هو يوم الأربعاء في امتحان، ويوم ما هبدأ بقى السبت وخلص الأربعاء على بعضه. وطبعا متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان القناة بتاعنا بيكم. بصوا، قطعت البصل كله. طبعا قطعوه زي ما انتوا عايزين، بس انا قطعت اي حاجه كده كده يعني ايه بيتعمل وبيبقى تحفه. وجبت بردك 3 قرون فلفل. انا اللي عايزين تحطوا قرن واحد، قرنين، براحتكم. ده القرن التاني. المفروض بقى بعد هنحط الخضار في بايركس، ونحط عليه ملح، واللي هو نقلبه كده، ونحط شوية زيت، ونحط اللي هو اسمه الفصوص الصغننة دي، مش اسمها ايه، مش لما اعرف اسمها افتكره هكتبه لكم على الفيديو. بص بقى، انا هصبع الكفته. طبعا الكفته حطيت عليها، لقيتها كان الكفته، جبت الصواني دي حطيت عليها زيت وهدهنها عشان اصب عليها الكفته عشان ما تلزقش في الصينيه. بص بقى، انا جبت صينيتين، هم عملوا ده اصلا نص كيلو. وبص، انا طبعا انا ما بعرفش اصبع الكفته، فاستحملي بقى على التصبيع ده. بص، هي كانت عايزه شويه زيت، عايزه شويه اي حاجه دهنيه، فحطيت شويه زيت كده صغيرين. انا صراحه ما بعرفش اصبع كفته خالص، فايه استحملي لو عرفت يعني عملتها ايه، مش عاملاها تحفه يعني. بس انا ايه بحاول اصبع كفته كويس، بحاول، بس ما عرفتش يعني. بصي، هي ظبطت معايا شويه يعني. هي بصي، هي ولا كبيره قوي ولا صغيره قوي، ولا هي تخينه شويه. بس انا مش عارفه انا عملتها ليه كده، بس انا ما بعرفش اصلا اصبع كفته. ويعني لازم اعملها، لو هعملها على سيخ برضك ما بعرفش اعملها على سيخ، بس يعني ايه ادي ماشيين يعني. بس صبعتها زي ما انتوا شايفين.
طبعا انا احس ان انا قرفانه من الكفته وكده، بس انا لأ، مش كده، انا مش عارفه اصبحها، فمش عارفه مش عارفه اتملكها يعني. بصي هي عملت معايا صينيتين. بص بقى الطحينه احنا بنعملها ازاي، بص في ناس بتعملها ازاي، بتعملها بميه سخنه او ساقعه كده مش تفرق يعني الاتنين واحد. بص بقى انا بعملها بايه، اجيبه عارفين انا بحط حطيت الخضره الاول، حطيت شويه زيت وملح وبتاع كده عامل زي الفصوص مش فاكره اسمه، وحطيته كان فين في الفرن، حطيت طبعا فصين توم معاهم وحطيته في الفرن. ما تحطيش اي ميه، طبعا الخضار بينزل ميته. اول ما تلاقيه دبل كده شويه ونزل ميه، تاخديه وتحطيه في الطحينه زي ما انا عملت كده، وقلبته. قلبته كويس، لقيت الطحينه تقلت، رحت زودتها ميه تاني ايه، خدت بقيت ميه الكفته بتاعه الخضار حطيتها فيها تاني لغايه ما ظبطت، وحطيت خل وثوم و... وملح وكمون. وباي باي، وان شاء الله الاكل يعجبكم، مع السلامه.